واش عمرك شفتي شي حد قاري وواعر وعبقري ولكن الحياة الشخصية ديالو مرونة، كيتخاصم مع كاع الناس وما كيعرفش يتحكم في الغضب ديالو، وديما فاشل في العلاقات ديالو. وفي المقابل كاين اللي قاري على قدو ولكن الناس كتحماق عليه، كيعرف يسير الازمات ببرودة ديال الدم وديما واصل لداك الشيء اللي بغا. الفرق بيناتهم في كلمة واحدة: ذكاء المشاعر. اليوم غنفهموا علاش هذا النوع ديال الذكاء هو اللي كيسوق الطيارة في الحياة. شنو هو الذكاء العاطفي؟ بزاف كيسحاب ليهم الذكاء هو غير شحال كتجيب في الماط، ولكن العلم كيقول باللي النجاح ديالك في الحياة معتمد بنسبة ديال 80% على ذكاء المشاعر. ببساطة، الذكاء العاطفي هو القدرة ديالك باش تفهم المشاعر ديالك. علاش انا مقلق دابا؟ تحكم فيهم ماشي هما اللي يصوبوك. وتفهم المشاعر ديال الناس اللي دايرين بيك باش تعرف تتعامل معاهم. كاينين 4 ديال الاعمدة ديال الذكاء العاطفي. باش تكون ذكي عاطفيا خصك تخدم على 4 ديال الحوايج: الوعي بالذات، تكون عندك مراية لداخل كتعرف شنو اللي كيفرحك وشنو اللي كيغضبك. ضبط النفس، فاش كتعصب واش كتنفجر بحال القنبلة ولا كتاخد نفس وتفكر قبل ما تهضر. التعاطف، هي تحط راسك في البلاصة ديال الاخر، ماشي ضروري توافقوا ولكن ضروري تفهموا. المهارات الاجتماعية، كيفاش تواصل، كيفاش تقنع، وكيفاش تحل المشاكل بلا صداع. دابا غادي نعطيكم واحد التمرين عملي. دابا كيفاش تبدا تطور هاد العضله؟ جرب هاد التمرين البسيط. المره الجايه فاش تحس بشي شعور قوي بحال واحد الغضب ولا الخوف ولا حتى الفرح، ما تيريش ديريكت، حبس 5 ديال الثواني وسول راسك: شنو سميت هاد الشعور وعلاش جا دابا؟ غير هاد الوقفه الصغيره كترجع تتحكم من العقل العاطفي للعقل المنطقي. تذكر ديما بلي الذكاء العاطفي ماشي كادو كتولد به، هو مهاره كتعلمها بالصبر والممارسه. الا عجبك هذا الموضوع وبغيتي نتعمقوا في كل ساروت من هاد السوارت، خلي لي ذكاء في لي كومونتير. وما تنساش ايكيجاي هي توازن بين عقلك وقلبك. تهلاو.